أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يا إلهي يا ملاذ الطائعين ويا أنيس المنفردين ويا كلام الذاكرين، نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. كيف لا وأنت البشير في دعاء الاستجابة، تصديقا لقانونك على العباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. نجوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي يقف في أرض المحشر باكيا، لا على نفسه ولا على أهل بيته، إنما خوفا على أمته من عذاب يوم القيامة. فيبشره الرحمن ويقول له يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. أنت نبي شريف وأمتك خلق ضعيف، وأنا رب لطيف، فكيف يضيع الضعيف بين الشريف واللطيف؟ يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لأقسمن بيني وبينك القيامة نصفين. أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أجود وأقول رحمتي رحمتي. الجمع الطيب الكريم حياكم ربي بالسلام، طبتم وطاب ممشاكم، تقبل الله عزاءكم جميعا. ونحن مع حضراتكم في الجزء المتبقى من هذه الليلة المباركة التي تقام تكريما للأم الراحلة والمربية الفاضلة حرم المرحوم الحاج عبد الخالق محمد صباح بقرية المغرب الكبيرة بمركز ومدينة فاقوس. رب أسألك أن تنور قبرهما بالقرآن، أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. نيابة عن أبنائها الأكرمين الحاج صبري عبد الخالق صباح، حج الشحات عبد الخالق صباح، ونيابة عن الحاج عبد الحي صباح، الأخ الحبيب الكابتن عبد الرحمن الشبراوي صباح بالقوات المسلحة المصرية، عائلات صباح وعائلات جادو والجزار والنجار وإسماعيل بكفر العطار، عائلات بكرش وعبد الواحد وعبد العال وحنفي والهجرسة، وعائلات البجري بقرية المغرب الكبيرة بمركز فاقوس، عائلات طحون ببني صريف. ونيابة عن الحاج محمد النجار واخوته، اسرة المرحوم الحاج عبد الواحد عبد السلام، الوالد الكريم الحاج الشبراوي سليمان، يتقدمون لحضراتكم شكرا وتقديرا يوافي قدركم على سعيكم المشكور في هذه الليلة المباركة. اما الان تعالوا بنا
الى الجزء الاخير من هذه الليلة المباركة، ومع ذلكم العلم القرآني المتخرج من بيت كله قرآن، تعلم القرآن على يد والده فورث هذا العلم الكبير. نسأل المولى عز وجل أن يرحم والده رحمة واسعة فضيلة القارئ الشيخ أيمن عبد السلام عمير، أحد كبار أئمة أوقاف فاقوس الثانية المقيم بالعميرة، يتفضل فضيلته مشكورا إلى مسك ختام هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة
والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا الله. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا الله. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم فقيدتنا برحمتك الواسعة يا الله. اللهم ارحمها بالقرآن. أكرم نزلها بالقرآن. وسع مدخلها بالقرآن. دافي الأرض عن جنبيها بالقرآن. اللهم نور قبرها بالقرآن. اللهم نور قبرها بالقرآن. اللهم عافها واعف عنها واغفر لها وارحمها. واغفر لها وارحمها وادخلها فسيح
فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق الحوض إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اغفر لنا يا الله اسكنها فسيح جناتك يا الله. اللهم اجعلها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم شفع فيها القرآن وشفع فيها الصلاة وشفع فيها الصيام وشفع فيها مرضها يا الله وشفع فيها مرضها يا الله وشفع فيك النبي العدنان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم الفاتحة. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا رسول الله ثم إلى روح الأم المتوفاة. اللهم أكرم نزلها وسع مدخلها جاف القبر عن جنبيها اجعل قبرها نورا بالقرآن يا رب العالمين. وهكذا أحبتنا الكرام على خير ختم هذا اللقاء بصوت القارئ الشيخ أيمن عبد السلام أمير نيابة عن جميع عائلات آل صباح هنا بالمغرب الكبيرة وكفر العطار وجميع قرى مركز فاقوس، ونيابة عن أبناء الأم الراحلة وأبناء عمومتها وأبناء أشقائها، أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير وإلى كل من جاء وسعى وقدم واجب العزاء. شاكر باسمهم لفضيلة القارئ الشيخ سعيد عيد البارودي الذي أحيا معنا هذه الليلة المباركة. شاكر لفريق العمل في هذا اللقاء كبرى مخازن فراشة الحاج عبد القادر الصبي وأبنائه الأكرمين بقنتير. شاكر للهندسة الإذاعية مهندس محمد عبد الرحمن العطار بكفر العطار. شاكر للخدمات الفندقية المتر محمد حسين النبراوي بالمغرب الكبيرة.
شاكر لهندسة الهواء والتصوير مهندس احمد النجار بالعريض. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كان محدثكم في هذه الليلة المباركة احمد فياض من اسرة المذيعين بالشرقية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، استودعكم الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.